يا صباح الورد والياسمين على عيونكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة على طول، ويسعد أوقاتكم بأي وقت عم تشوفوا هذا الفيديو. بدي أشكركم كتير على تعليقاتكم الحلوة، على لايكاتكم، على كلماتكم الحلوة، وبدي رحب بالمتابعين الجدد اللي نوروا قناتي وعم يدعموني أكتر وأكتر. خليها ترتفع وتزيد متابعين مشاهدات، حتى يوصلكم كل جديد. فيكم يعني تشتركوا بالجرس وتفعلوه على الكل. بلشنا نهارنا بالقهوة الصبح ومنشوف منخطط شو بدنا نعمل بباقي نهارنا. الصراحة صار لي كذا يوم ما نزلت لأنه كنت مريضة، فتعرفوا هلأ موجة رشحة وسعلي. هسه في يعني ما تواخذوني من صوتي، بس حابة إنه أنشر لكم هذا المقطع، وحتى لأنه السعلي هلأ قوية فبيتغير الصوت شوي. بنقول بسم الله ومنبلش نهارنا. هون أول وأنا عم بعمل القهوة إجاني طرد كنت موصاية عليه من على الإنترنت، فهو العلب الحلوين للشاي والقهوة والسكر طلعوا عن جد كتير حلوين مثل ما أنا توقعت. للقهوة وهي للسكر وهي للشاي. هني طولوا الصراحة، بس طلعوا كتير حلوين. اجت معهم القاعدة ومنظرهم كتير حلو وتقال، طبعا تقال كتير. هون مسحت جنب الغاز محل ما بدي حطهم، ومسحتهم هني كمان لأنه خشب الأغطية ما غسلتهم، وهني نضاف الصراحة، بس العلب غسلتهم، أما الأغطية لأ خشب. لأن المهم حطيت وحدة فيها شاي ووحدة فيها مكعبات السكر والثالثة فيها القهوة. صراحة منظرهم طلع كتير حلو. عطوني رأيكم بالتعليقات إذا حلوين أو لا. عن جد طلع منظرهم هون بجنن. ورجعنا كل شي لمكانه، مسحنا الغاز، مسحنا الأغراض اللي حواليها، ولسه عندي تنظيف الخزاين اللي بالمطبخ، بدهم نهار كامل فخليتهم ليوم تاني. المهم هيك عملت تنظيف سريع على الغاز وللمطبخ، يعني هيك عالسريع. هو الصراحة ما عندي شي، بس الرفوف بدهم، الخزاين بدهم تنظيف يعني، والشي اللي مانو لازم، الشي اللي بده غسيل بده مسح رفوف كمان كله بده تنظيم. فنهار تاني، والجو كان كتير يعني ماشي حاله، مانو يعني برد ولا في شوب. حاولت نظف مكان الورد برا على البرندة، كنت حاطة كم وردة فنسقتن، يعني في منن ورقن أصفر، في منن يعني مانن يعني مثل ما بنقول ميتين ما خالصين، فأنا غيرتن. يعني المهم عملت لهم تظبيطة، نسقتن على الآخر. هون مسحت الطاولة اللي حاطة عليها الورد، غسلتها وشطفت الأرض، شطفنا البرندة كلها، وحاولت رجعهم، بس إنه خففت منهم، في منهم كتير يعني تعبانين فشلتهم. وهيك رجعتهم كمان لمحلاتهم. حاولت يعني هيك رتبهم شوي، بهني مانن كتار بس ماشي الحال. بحب الورد أنا لأنه هيك، فكم وردي يعني مانن كتار، بينشغل فيهم الواحد، بيتسلى فيهم، منظرهم حلو. هيك رجعتهم لمكانهم، وسقيت يلي لقيتها عطشانة سقيتها، لأنه عنا الجو بضل بارد
وشتي، فما بينسقوا كتير، فبدك تلاحظ إنه اللي تربتها ناشفة منسقية. وهيك حطيتهم كلهم طلعوا غير شكل، سقيتهم. وانتقلت على الصالون كمان فيه كم وردة، مسحت الطاولات اللي طاولاتهم ولصقتهم كمان، سقيتهم، غسلت الوردة هاي البوتس أو اللبلاب أو قلب عبد الوهاب، غسلتها وغسلت الفازة اللي حاططها فيها كمان، هاي بس هاي بتراب، كمان عملت لها رشة مي حتى تنتعش، وزودت لها تراب لأنه في منهم كل الورد طبعا اللي عندي بيكون خاف من الترابة تبعيته، فزودتن تراب كمان. وهي وردة الصالون أو المطاط كمان بنعمل لها رشة مي تنتعش أكتر. كمان رجعتهم لمكانهم بعد ما مسحت. وهي الحبق مكبس. يعني تنظيفات خفيفة وسهلة، ومنه يعني الورد كتير حلو وشغله كتير حلو. ورجعنا هاي الشغلات الحلوة لمكانها، هاي البطريق والبسينة واحدة ذكر واحدة إنتاي، فكتير حلوين أنا بحبهم يعني لأنهم صغار كتير حلوين. وهي المبخرة فشغلتها، يعني هي بتشتغل كل 10 دقايق أو هيك، بس أنا حبيت فرجيكم إياها بعد ما رتبت الوردات. ريحتها كتير حلوة. تأنى لتنظيف الغسالة، حاولت نظفها كتير مع إنه يعني بتحسوا بملل إنه طويل الفيديو أو شي، بس هي بدها تنظيف يعني بتاخد وقت، مع إني أنا سرعت الفيديو شوي بس هي بتاخد وقت. هاي مانا يعني شي مو منيح، بس هاي لأنه هي الكيس اللي فيها وقت لما كانت جديدة ما شلتوه فصار هيك، فشلته هلأ، ولو إنه ما فيه شي يعني مضر أو منظره، بس هيك أنا حبيت شيله. شلت الجارور تبعيت الدرج تبعيت الدوا كمان، هذا بده تنظيف لحاله. فيكم تحطوا أي دوا يعني بتمسحوا فيه، ما ضروري مثل اللي أنا استخدمته، أي نوع دوا، المهم إنه ما يكون عليه شي، إذا كانت بيضة إذا كان فيكن تمسحوها مسح، بس هاي يعني بكل شهرين 3 فيكن انتوا تعملوا لها هذا التنظيف. صراحة بدها هي تنظيف يعني كل فترة، حتى يعني ما يصير في ريحة عليها أو على التياب، لما بتغسلوهم بتلاحظوا إنه فيهم ريحة،
إنه ريحتهم مانا حلوة رغم إنه إنتوا عم تحطوا دوا غسيل غالي أو ريحته حلوة، فبيكون منا يعني هي بدها غسيل، هي بدها تنظيف، بيكون معلق الدوا متل هون. يعني أنا لإني ما باستخدم صايرة دوا من فوق يعني بالدرج، أنا عم باستخدم كبسولات يعني باحطّن بقلب الغسالة، بس لإني صار لي فترة ما حطيت دوا ومن قديم هو محطوط هون، فبيكون ناشف. بدكن تحاولوا إنه ما تخلّوا شي بالدرج أو هون مكان الدرج. يعني في كمان من تحت في مكان للفلتر كمان هاي بتنشال بتطلع المي منّا اللي مترسبة وبتنمسح وبترجع نضيفة يعني. أنا بعد ما أخلّص هذا التنظيف كلّه باحطّلها بالدرج كاسة شاي هي صغيرة يعني كلور وكاسة ملح خشن يعني، مو اللي من تبعوت الطبخ، الملح اللي بنعمل فيه المونة، هذا بيعملها تنظيف وبتلمع من جوا وريحتها بتصير يعني كتير منيحة، بس بدون ما تحطوا فيها أي شي، بس الدوا وبتشغلوها بتنظف حالها. وهيك مسحناها يعني مسح أول شي يعني بشقفة بتكون عهوا ما صارت هيك رطبة، بعدين بنرجع بنمسحها بشقفة ناشفة فبترجع غير شكل. هون وحدة ناشفة جبناها أنا حاططّن هو فوق الغسالة، بس غسلتن بينشفوا يعني عالبرندة برجع بحطّن فوق الغسالة، متى ما بدي استخدم أو امسح شي بالغسالة بيكونوا موجودين، يعني مخصصين للغسالة. هون انتقلنا للدرج فبدّو يعني ما فيكن بالليفة أو شي بدّو فرشاية أسنان تكون قديمة عندكن ما بتستخدموها، بتفكوا الأغراض اللي فيه وبتفركوها، فمن أي مكان وين ما بتلاقوا مكان فيه دوا غسيل إنه هيك يعني تنظيفي خلص ما دام صار تنظيفي للغسالة معناته بدنا ننضف الدرج. يعني وين في أماكن ضيقة ما فيكن تدخلوا الليفة فرشاية أسنان بتدخلها. وبطريقنا هون المجلة هذا بس لغسيل مثلًا شي شغلة بدكن تحطوه بالغسالة بدكن تغسلوا وجهكن هون بس إنه مو للاستخدامات كلّها هو للغسالة طبعًا جنب الغسالة في غرض بدكن تغسلوه مثلًا قبل ما تحطوه بالغسالة هيك يعني. هون نشّفتن وغسلت المجلة بطريقة المغسلة والحنفية طلعوا غير شكل، وهيك طلعت الغسالة بتلمع لمع ونسّقت الأغراض، أنا باحط الكلسات تبعوت الولاد الجرابات يعني نحن بنقلن طبعًا بسوريا والمناشف اللي بنحط فيهن المناشف والشقف يعني تبعوت
الغسالة ودواء الغسيل كمان كله موجود جنب الغسالة، يعني هي وأغراضها جنب بعضهم، حتى ما يضيعوا جراباتهم وهيك بحطهم فوق الغسالة. هون بعد ما خلصت على الآخر كان في عندي جناحات عملتن كمان بطريقتي يعني نفسها هي على الغاز بدون فرن، أسهل وأسرع. بحط الجناحات بخليهم ليستووا، بعدين بكون عاملة البطاطات بحطهم فوقن مع تتبيلتن، فأنا عاملتن بالفيديو السابق. سهلة وكتير يعني ما بتاخد وقت، لأني أنا كان يعني نهاري كله فيه كذا شغلة، فحاولت أعملها لأنه ما بتاخد وقت. الحمد لله رب العالمين، الله يديم علينا النعم يا رب ويحفظها من الزوال، يديم علينا الشغل واللمة والولاد والحركة، يعني الحمد لله إنه الواحد فيه يتحرك ويشتغل، هاي أكبر نعمة. وهيك بيكون خلص نهارنا، وصار هيك شتي والجو كتير صار حلو، فبتمنى منكم ما تنسوني من دعمكم ومن اللايك ومن تعليق حلو وكلمات يعني هيك بتخلي الواحد يتشجع إنه ينشر أكتر. وهون بيكون خلص، فلا تنسوني من دعمكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.